السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم عندي في قناة شانيل هند. اليوم ان شاء الله كما تشوفوا معايا نقدم معكم شباكية تتجي بنينة ومقومة. كما تشوفوا بالنسبة للبنات اللي باغيين يديروا شباكية في ديورهم، تجي البنات رائعة وهشيشة تذوب في الفم. ان شاء الله نعطيكم مقادير مضبوطة باش تجي معكم شباكية ناجحة 100%. واش نقول لكم البنات، بنينه بزاف، تجي رائعه. وهانتوما الصوره والفيديو تيبين لكم. يمكن لك تصايبيها غير بوحدك، يعني واخا تكوني اول مره تصايبي شباكيه. وان شاء الله تتبعي المراحل والمقادير، وان شاء الله تنجح معاك الشباكيه. بالنسبه للبنات اللي ما تيزعموش يصايبوها، كنت شاركت معكم البنات اللي عقلتو في السنه الماضيه. الشباكيه كنت درت والبنات بزاف عجبتهم. قلت لي مالا ان شاء الله نشارك معكم حتى هذا العام. المهم تبعوا الفيديو الاخير. نتمنى ان شاء الله تدعمونا باللايك والبارطاج، واللي ما مشاركاش في القناه تشارك في القناه. وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. نبداو ان شاء الله. اول حاجه نبداو بها هما المقادير. عندنا هنا 2 كيلو ديال الطحين، نوعيه جيده، نغربلوه كما تشوفوا. 2 كيلو. نعطيكم المقادير ديال 2 كيلو ان شاء الله. هنا بعد ما غربنا الطحين ندوزو المقادير. عندي هنا 2 زليف ديال اللوز بقشورو مطحون. هنا 2 زلايف. بغيتو تعبروا بالكيسان ديروا 4 الكيسان. هنا كذلك 2 زلايف ديال الجنجلان. بالنسبه لكاس العنبه 4 الكيسان ديال الجنجلان طحنتو مزيان. هنا ما حمرتو ما حتى حاجه، لا هو لا اللوز، يعني تنطحنهم هكاك. هنا عندي زلافه ديال الزبده بعد ما غليتها مزيان، يعني 2 كيسان ديال العنبه. زلافه ديال زيت الزيتون، يعني 2 كيسان ديال العنبه. هنا 4 المعالق ديال القرفه مطحونه مزيان ومغربلين. 4 المعالق ديال النافع حتى هو كذلك، غير مصهدينو وطاحنين النافع كما تشوفوا معايا. هنا عندي الخل. درت هنا 3 المعالق كبار ديال الخل. ثم خديت واحد الكاس ديال المزهر، دوبت فيه ضامه ديال الزعفران. كذلك يمكن لكم ديروا ملون غذائي، او ديروا زعفران زغبه. المهم انا درت هنايا ضامه ديال الزعفران دوبتها في المزهر، وزدت كاس لاروب ديال المزهر، خميره ديال الحلويات بفئه 15 غرام. هادو البنات هما المقادير اللي نحتاجو. دابا ندوزو للطريقه. هنا عندنا 2 كيلو الطحين غربلناه مزيان. نغربو كذلك الجنجلان واللوز باش ما يبقاوش لينا الحبيبات في العجين، باش ما تقطعش لينا العجين. البنات نديرو قرصه الملح، راه درتها انايا ما صورتهاش. واحد القريصه ديال الملحه باش تعادل لنا الذوق. هنا كذلك عندنا 4 المعالق ديال النافع حتى هو تنحاولوا نغربلوه. عندنا 4 المعالق ديال القرفه حتى هما نغربلوها. صافي البنات، ونبداو نخلطوا هاد النواشف كامله، نخلطوها مزيان. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الوقت باغي يديروا شباكيه، يمكن لكم تقسموا المراحل ديال الشباكيه باش ما تجيكمش، باش ما تعياوش. يعني كما درت انا اليوم، راه قسمنا. درت اليوم خلط العجين، الغد لي عاد باش ديت شباكتو هذا. دابا البنات بعد ما خلطت النواشف، دابا نضيفوا السوائل. عندي هنا زلافه ديال الزبده دائبه، يعني خليتها غلات مزيان حتى حيدت من هذاك الحليب. زلافه ديال زيت الزيتون، ما يعادل 2 كيسان ديال العنبه. هنا عندي كاس ديال المزهر دوبت فيه ضبه ديال الزعفران غير باش يعطينا اللون. ضفنا 3 كاس لاروب ديال المزهر حتى هو. ثم نضيفو 3 المعالق كبار ديال الخل الابيض، غير باش تجينا هشيشه. ما تكثرش منه باش ما حيت هو تيفتيها بزاف وتولي تهرس لكم، يعني ما تكثروش الخل. وانا هنا 2 كيلو درت 3 المعالق كبار.
تنبداو نخلطو بشويه بشويه حتى تندمج العناصر. دابا نضيف هنايا خميره ديال الحلويات، هذه خميره كبيره فيها 15 غرام. بالنسبه لي في المغرب يديروا جوج ديال 7 غرام. هنا درت راس المعلقه خميره ديال الخبز كما تشوفوا، غير شويه باش ما تخسرش لكم العجينه ديال الشباكيه. صافي. بالنسبه للماء انا بقى نضيف هنا، نضيف كاس الاول، كاس ديال الماء دافي هنايا. صافي. ونبدا نجمعوا العجين. العجينه تكون شويه قاصحه البنات، ما نخليوهاش تكون رطبه. المهم نضيف انا غير هذا الكاس ونبدا نجمعها بشويه بشويه وندخل العناصر كامله حتى نحصلوا على عجين ما تكونش رطبه بزاف. المهم انا دلكتها غير شي شويه، جمعت خلطت العناصر مزيان يعني بلا ما تدلكوها تولي. المهم راه حيت ترطاب انا نديروها هنا في بلاستيك كما قسمتها كويرات. صافي. نغطيوها ببلاستيك غذائي ونخليوها ترطب، نخلي واحد 4 دقائق هكاك عاد نبداو نخدموا بها ان شاء الله. البنات حاولوا ما تديروش العجينه تكون مطلوقه بزاف باش ما تعذبكمش. بالنسبه للماء راه زدت غير كاس ديال الماء. بعد ما دازت 3 دقائق ولا 4 دقائق غير ترتاح العجين شويه. صافي. نبدا نسرحوها كما تتشوفوا ونعملوها على شكل مسمنه عادي، طريقه كما تنديروا دائما. المهم تنطويوها هكا ونخليوها. ضروري نديروها في البلاستيك البنات، اللي طويناها نخشيوها في البلاستيك باش ما ديرش ديك القشره. المهم تنحاولوا نسرحوا كاع العجين، كاع دوك الكويرات العجين اللي صايبنا كلهم نديروهم بهذه الطريقه، نديرهم على شكل المسمنات. نسرحها غير شويه بالمدلك. صافي. ونطويوهم. يا ليلى وصلت على نبي، يا ليلى وصلت على نبي، اذكر الله وانت ماشي. هانتوما البنات هنا بعد ما كملت الكميه اللي عندي كلهم درتهم، بعد ما درتهم على شكل مسمنه درتهم في بلاستيك. هنا حسبت بهم نديرهم في واحد البواطه ونديرهم في الثلاجه حتى الغد ليه ان شاء الله. نتوما الا بغيتو تورقوا ديك الساعه صافي راه تترطاب، نتوما تتخدموا وهي تترطاب. يمكن لكم ديك الساعه تسرحوها وتشبكوا وتقليوها في نص النهار. انا درت هكا باش نقسم عليا الخدمه باش ما نعياوش. صافي. حنا دابا بعد ما غلفتها ببلاستيك درتها في واحد البواطه ونديروها في الثلاجه. احنا دابا في الصباح اصبحنا واصبح الملك لله. بدينا ان شاء الله الخدمه، غير فطرنا وبدينا بها. معايا الصديقه ديالي تتعاونني كما العاده. حنا كل عام تبارك الله تنتعاونوا بعضياتنا انا والصديقه ديالي، تتعاونني ونعاونها دائما، نتعاونوا زعما على الشباكيه. المهم العوين وداك الشيء ما تتحسيش بها. اليوم صافي حير خفقنا بدينا نورقوا كما تتشوفوا نعاونوا بهذه الاله. الا ما عندكمش ممكن ديروا غير المدلك، يعني تتحاولوا تسرحوا العجين تكون رقيقه. صافي. ونبداو نقطعوا ان شاء الله سواء بالجراره او بهاد القطعه هذه اللي تتسهل مأموريه. كاين دابا عده ولاو بزاف ديال القطاعات، انا ما عنديش دوك اللي ولاو دابا جداد يعني تيسهلوا، هذه عندي قديمه. المهم غير شويه تتعاون شويه وصافي. ان شاء الله تمشي للمغرب وناخذ وحده تكون زوينه، هذيك الشكل اللي ولا تيدور هكا يعني تتقطعي بزاف في نفس الوقت. المهم نحاولوا نقادو. المهم كل وحده تدير الشكل اللي تتبغي. الشباكيه بالنسبه للتشباك انا اختاريت هذه اللي سهله. هنا عندنا 5 ديال الشرائط، تنديروا جوج فوق جوج وتتبقى وحده تنديروها هكا، تندوروها ونلاقيو دوك الرؤوس. صافي. وتنقلبوها بالصبع ديالنا، تنحاولوا نقادوها بالصبع ديالنا. المهم كل وحده دير الشكل اللي بغات. انا نعاود معكم وحده. نتوما البنات تاخذوا هذه، حنا عندنا كما قلت 5 شرائط، تناخذوا جوج نحطهم فوق جوج ونقلبوا تتبقى وحده زايده الفوقانيه. صافي. تناخذوا دوك الرؤوس نقادوهم على هذا الشكل هذا. صافي. ونقلبوها على هذا الشكل تجي بحال الورده، على شكل ورده. تنحيدوا الزوائد الا كان من الجنب شويه غليظه تنقطعوها بالموس او بالجراره
صافي البنات تنبداو نقادو، نستمروا على هاد الشكل. المهم كل وحده تدير. هنا راه تنعاودها بجراره بالنسبه لهذيك القطعه ما تتقطعش مزيان. المهم تنعاون بها. صافي البنات ها نتوما كما شفتوا جوج فوق جوج، وديك اللي تتبقى تنقيو دوك الرؤوس بحال هكا صافي، وتنديروا السبعنه في هاد البليصه هادي وندوروا على هاد الشكل صافي ونحدو نقادوها. انا بنات تنصور غير يد تنصور بها ويد تنوريكم الشكل باش تجي على شكل وريضه. هذه اسهل تشبيكه هي هذه. ها نتوما البنات ملي تخشيو صباعكم هنا تدوروا على هذا الشكل هذا صافي، وتزيروا من الجناب وتحيدوا الزوائد ونستمروا البنات. وكل وحده تدير الطريقه ديالها في التشباك. ناخذوا عاوتاني واحده اخرى نقطعوها نفس الطريقه شرائط يجيونا ساهلين على حسب الماكينه ونسرحوها. شوفوا البنات العجينه كي تجي رطبه تترطاب تشد راسها صافي، ونفس الطريقه نحاولوا نسرحوا العجين تكون رقيقه. غير هو البنات نجبدوا العجين غير اللي نخدموا به، اللي ما تنخدموش به نخليوه دائما في البلاستيك باش العجين ما يديرش لنا القشره ويقصح ويولي يتفرتت. المهم نخدموا غير بالعجين اللي تنخدموا به صافي. ندوزو هنايا لمرحله القلي. تنديروا الزيت تسخن مزيان. عاد نقليو الشباكيه ديالنا، يعني ملي تسخن الزيت بزاف نقصوا شويه منها باش ما تحرقش وتبقى خضره من الداخل. المهم نحاولوا نقلبوا الشباكيه صافي وتنديروها في العسل. العسل البنات اللي كنت شاركت معكم كما تشوفوا يجي رائع. غنخلي لكم صندوق الوصف اللينك ديال العسل. شوفوا البنات راه درتو ثقيل العسل ويلاه مع تديري فيه الشباكيه سخونه يعني يجي هو هذاك. بالنسبه درتو العسل خفيف ما تيجيش تديري فيه الشباكيه سخونه تيولي بحال الماء وما تيشدش في الحلوه ديالنا، يعني ما تشربش العسل صافي. تنخليه شويه الحلوه ديالنا تشرب العسل حتى نبغي نحيدو الشباكيه اللي قلينا وعاد نهزو هذه نديروها في تصفى من العسل، نزينوها بجنجلان او لوز ايفيلي. المهم التزيين تيبقى اختياري، كل واحد يزين باللي بغا على هذا الشكل البنات. شوفوا اللون كي تيجي زوين تيشهي صافي. نستمروا البنات نقلبوا غير بشويه باش يجينا اللون موحد، ما يجيش وحده طايبه وحده خضراء وحده صفراء. من تيجي اللون ذهبي كله صافي البنات. غير من نديروها في العسل نحاولوا البنات باش ما تهرش تكون باقا سخونه دغيا تتهرس. من تنحاولوا نهزوا العسل غير من الجوانب كما تشوفوا ونصبوا فوق منها العسل هكا باش ما تهرش لينا. احنا البنات بعد ما كملنا الشكل تيجي رائع البنات. اللون تيجي ذهبي وزوين كيف تشوفوا اللون وتجي طايبه وزوينه وهشيشه البنات تذوب في الفم. ما نقولش لكم المذاق روعه. غير جربوها البنات اللي اول مره بغات ديرها غير ديرها تزعم وديرها راه ماشي واعره، ما خصها غير شويه الصبر وصافي. هانتوما البنات تجي هشيشه البنات ومقومه على حقها وطريقها ومعلكه البنات. والله الا تجي معلكه ما نقولش لكم وبنينه. هانتوما البنات كي تجي الفيديو الصوره تيبين لكم حتى المذاق البنات تيجي زوين، المذاق رائع. شوفوا البنات تجي رطبه وهشيشه تجي البنات مقرمشه ما تجيش معجنه وفي نفس الوقت معلكه. المهم الشباكيه ديال الدار ما كاين احسن منها كما تشوفوا زوينه البنات. غير جربوها وما تعكزوش البنات اللي معكزين على الشباكيه نوضوا ديريوها. غير نهير ديال الشباكيه مع شويه الصبر وان شاء الله. وهانتوما دايرين شباكيه في داركم. يلا البنات الى عجبكم الفيديو بارطاجيو مع صحاباتكم وحباباتكم وخليوا لي جيم، واللي ما مشاركاش القناه شارك في القناه. ونخليكم ان شاء الله الى فيديو قادم. دمتم في رعايه الله والى اللقاء. السلام عليكم البنات.